في الفترة ما بين 99 2001، لأنه وقتها كان الكاميرون منتخب رقم واحد على الصعيد الإفريقي. سنتابع هذه الكرة لفائدة المنتخب المغربي، تصدق جول أول مغربي، صاروخ مكن النخبة المغربية من الأهداف. يا له من هدف، الكل تفاجأ لطريقة تسديد هذه الكرة. الهدف الأول يا حكيم، الهدف الأول يا حكيم. الوحكيم من سدد الكرة، نعم. يا لا من البداية يا حكيم، ويا لا من الانطلاقة يا حكيم. والمدرب اللي فضل اليوم حكيم زياش مع المنتخب المغربي. هذه تسديدة قوية، صاروخ قادم من هولندا، صاروخ تفنتي الهولندي، أطلقه حكيم زياش في الشباك الكونغولية. 1-0 بداية مثالية للمنتخب المغربي، والجمهور الطنجاوي يزهو يفرح مع أول هدف للنخبة المغربية من كرة ثابتة نفذها حكيم. 10 دقائق فقط من بداية الجولة الثانية. هل يكون الثاني لك يا حكيم مع النخبة المغربية؟ إذن بالقدم اليسرى حكيم زياش يبحث عن الشباك لمرة ثانية. حكيم يتقدم. طريقة التنفيذ يا حكيم، ما أجمل هذه الطريقة يا حكيم. بانيكا تحضر من حكيم زياش، فيها إبداع، فيها ابتكار، فيها أناقة، فيها هدوء، فيها برودة أعصاب. حكيم زياش على طريقة الكبار يمنح الثاني على طريقة بانيكا. نعم، لست أدري لماذا هذه التصرفات من لاعبي منتخب الكونغو، لست أدري ما السبب في هذه السلوكات من جانب لاعبي منتخب الكونغو. عموما هي مباراة ودية، ومن الأفضل لهم أن يركزوا في الدقائق القادمة، ومن الأفضل لهم أن يركزوا في المباراة المقبلة أمام المنتخب الكيني ضمن التصفيات. شوف اللقطة، شوف، الله 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 على حكيم. لمسة جميلة جدا هنا، بيوتو فيها ثقة، فيها خبرة. مرة أخرى القدم اليسرى الساحرة التي منحت الهدف الثاني على طريقة بانينكا. هنا تعامل مع بيودو إيرفي.